اهو يا اخت احلى رغيف اهو من سعيدة اختي. عيش الفرح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده معانا فيديو كده فرحه ولمه العيله والحبايب. الاول كده نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس على كلمه الكل عشان يوصل له اشعار بكل جديد. وبشكر كل المتابعين اللي معايا اخواتي، وبشكر كل المتابعين الجداد اللي دخلوا عندي، وربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي. بصوا، اللهم صل على سيدنا محمد. ده بندخل خبيز الفرح، فرح اخويا. يا رب عقبال الفرح عندكم كلكم، ربنا يفرحكم جميعا. يعني معلش على الدوكة والصوت اللي في الفيديو ده، علشان انا بسجل الفيديو ده في بيت ابويا، وفي ناس بتشتغل في الشقة وكده، ففي دوشة في البيت شوية. فاللهم صل على سيدنا محمد. بصوا، ده بالليل كنا بين العشاء والمغرب. ده بين العشاء والمغرب كنا بندخل الدقيق اللي هنخبزه بتاع الفرح. زي ما انتم شايفين كده. كنت انا وبنت عمي الكبيرة بنجهز بالليل علشان بنعجنه من بالليل، وبنقوم في نص الليل كده بنبدأ في الخبز. بنخبز عيش في الفرن الطينة. بنخبز العيش اللي هو بتاع الطينة الكبير. اللهم صل على سيدنا محمد. بيتعجن له دقيق الغلة ودقيق ذرة، يعني دقيق القمح الغلة والدقيق بتاع الذرة. بنعايره، يعني العيار بيبقى في ناس بتعاير ده قد ده الذرة قد الغلة، وناس بتعاير احنا عايرنا عشان بنت عمي بتعمله على طول يعني، وهي اللي ظبطت العجينة بتاعته. اللهم صل على النبي. بتحط حلتين دقيق ذرة وتلاتة دقيق غلة، وبنقلبهم على بعض كده، وبنعمل كتير بقى، يعني مش عيار واحد. ده اول طشت او اول ماجور، احنا بنسمي ده ماجور كده، اول واحد نعمله. وطبعا ام العريس قالت لا، لازم انا عشبني انا اللي اعجن اول عجين، لازم انا اللي اعجن. فزي ما انتم شايفين حطينا لها الدقيق والميه، ما بتحطلوش غير ميه وشويه ملح. وكان ابن عمي بيخبزوا له قبلها بيوم فرحه برضو، قبل اخويا بكام يوم، فكانوا بيخبزوا قبلنا بيوم. فبنجيب رغيف عجينه من خبزهم، ده خميره بنحطه بخمر، ما بنحطش خميره ولا حاجه. وبنعجن بقى كل طشت بنعجن مكان التاني، فبتكون الخميره فيه مكان العجينه بيخمر. ما بنحطش عجينه خالص، يعني مش عارفه اوصل لكم ولا لا. بصوا، احنا عجننا اول طشت، ده عجين كامل، طشت مليناه وعجناه عجينه كامله. دي خميره، بنربي خميره مش بنعجنه. الطشت ده بنربي خميره، يعني بنعجن حبه صغيرين كده، وبنحط فيهم رغيف عجينه خمران من اللي بيخبزوا قبلنا، بيكون ده الخميره بتاعتنا. فعلشان على ما نخبز اول طشت بنرجع نحليه، يعني بنزوده وبنعجن نكمل تاني ونزود ونملى عليه الطشت. فشغالين كده بالنظام ده كده. احنا عملنا حوالي تقريبا 7 مواجير او 7 طشوط زي ده كده، بس مش عجناهم كلهم بالليل. احنا عجننا واحد وعملنا 2 خميرة، يعني عجننا واحد مليان وعملنا 2 خميرة نزود منهم تاني يوم الصبح. طبعا بقى انا عاملة الشطرة كده، وكنت بعجن واختي كانت بتصورني. وانا عجنت الخميرة، بس مش كنت بعجن لوحدي، يعني هو عجنه متعب صراحة، وانا يعني دراعي بيخدل شوية، فكنت بعجن انا وبنات عمي واختي، بنبدل يعني مع بعض، اللي بتتعب التانية بتكمل مكانها. فما تنسوش اللايكات الحلوة كده للفيديو بتاعنا النهاردة، وربنا يفرحكم ويفرح الناس كلها يا رب، ويجعل البيوت كلها مليانة بالفرحة يا رب، اللهم امين. هو الفرح بتاعه بعد العيد، بس احنا بنعمل العيش ده قبل رمضان، علشان طبعا مش حد هيقدر يخبز في رمضان وكده.
فبنعمله بنعمله قبل رمضان، علشان احنا اصلا كده كده بنفرجه، يعني مش بنعينه في البيت، بنفرجه على البلد والجرايب والحبايب والجيران وكده يعني. فكل العيش ده بنفرجه، بنوديه كده على البيوت، وعيش الفرح نقول لهم ده عيش فرح محمد اخوي. فزي ما انتم شايفين كده خلصنا عجين، وكنا عمال نزغرط ومهيصين. والبيت بقى كنت صراحة مش عارفة اسيب لكم الصوت، لان الصوت كان فيه مدعكة في البيت. ده كان بالليل الساعة 1 بالليل، كان العيش خمر، وكملنا نخيل الدقيق، وكملنا عجيننا تاني طشتين. وكنا رايحين عند الفرن كده، انا كنت شايلة العجين ورايحة، كانت الساعة 1 بالليل في الوقت ده كده، كانت الساعة 1 بالليل. كنت رايحة عند الفرن، كان جدحوه يعني، ولعوا فيه ولعة كتير كده ويتجدح يحمص كده. وبعد كده بدأنا خبيز، كان في ناس شغالة هناك، وانا وبنت عمي كملنا عجين، وخدنا حلة عجين ورحنا لهم زي ما انتم شايفين كده، كانوا هم شغالين. ده كان الساعة 1 بالليل. صحينا بقى كلنا اللي موجودين في البيت، مرات خالي ومرات خالي التانية واختي واخواتي الاتنين وبنات عمي. كنا مبيتين كلنا في البيت عند بيت ابويا، علشان ايه نقوم بدري للعيش. فطبعا استفتحنا ببنت عمي كده. انا كنت بخبز العيش ده وانا بنت صراحة، بس يعني بقالي خشيت في 19 سنة متجوزة، بطلت اخبزه، فكنت خايفة يعني. قعدت كده خبزت شوية، بس مش كان حلو جو. ضربوني وجوموني من قدام الفرن، قالوا هتبوظي العيش بتاع الفرح. المهم دي بنت عم اللي بتخبز كده ما شاء الله عليها، ربنا يحميها يا رب، شاطرة وعيشها جميل جدا. وكانت بنت عم التانية بتخبط. بصوا لازم يسقفوا العيش كده، يقولك سقفيه علشان يفكوه يكون مرتاح في الخبيز على المطرح. فواحدة بتسقفه كده وبتجرسه على المطرحة، وواحدة قدام الفرن، وواحدة بتحمي. وانا كنت قاعدة برص العيش وراهم كده في الصواني. وكنا كلنا شغالين، فضلنا شغالين من 1 بالليل لحد تاني يوم الساعة 7 العشاء، شغالين الفرن شغال زي ما انتم شايفين كده. ويا دوبك نرص طابير ونشيل ونفرج، يرصوا الطابور كبير حلو كده ونشيل ونروح نفرجه على الجيران وعلى الحبايب وكده. صلوا على سيدنا محمد كده عليه افضل الصلاة والسلام. وعايزين لايكات كتير كتير علشان ننزل فيديوهات الفرح ونشوف كده بصوا في حد بيشغل في الباب بالكمبريسر ده، برش الباب بتاع الأوضة اللي أنا بسجل فيها الفيديو. في شغل وفي بهدلة في البيت ده، إن شاء الله آخر يوم في الشغل النهاردة. وخلاص شطبنا الشقة كده على الفرش بس. بقالنا حوالي 20 يوم شغالين في تشطيبات الدهان والكهرباء والحاجات دي. فربنا يسهل يا رب، وربنا يفرح الجميع يا رب، اللهم آمين. بصوا دي العيش اهوت شغالين. هي فضلت تعبت صراحة يعني، تعبت لوحدها، ما فيش حد يبدل معاها. بعد كده رحنا صحينا بنت عمي حوالي الساعة 3، بنت عمي التانية رننا عليها وصحيناها وجبناها من البيت، قعدت تبدل مكانها. بص هو كان في كتير، بس ما بيجوش بقى اول ما النهار بيطلع وكده بيبدأوا يجوا بقى كل الجيران. يعني كان في حوالي أكتر من 20 واحدة بتبدلوا على الخبيز ده، واحدة كل واحدة تخبز شوية وتقوم، كل واحدة واللي تتعب من الحمية تقوم والتانية. بس كان في ناس كتير جدا جدا عند الفرن، وبنجهز بقى لهم فطار وغدا، وبألف هنا وعافية يا رب لكل اللي أكل لقمة. زي ما انتم شايفين بصوا ده طابور كده، أول طابور عملناه. كان لسه بالليل، مش كنا النهار نور، مش كنا عارفين نفرج. انا كنت بقترح عليهم، كانوا بيضحكوا عليا. قلت لهم بصوا احنا عندنا الناس اللي بتوزع العيش بتاع الفرن بتاع التموين ده، بنبقى معلقين شكاير او قدام البيوت كده، عشان اللي بيجي والناس نايمه بدري، فبحط العيش في الشكاره بتاعتي. فقلت لهم بصوا احنا نروح نحط العيش في الشكاره، كل واحد العيش بتاعه في الشكاره بتاعته، ونكتب معاه ورقه ده عيش فرح محمد ابو امين، ده عيش فرح محمد ابو امين. فقالوا لي ماشي يعني نهبل زيك كده ونروح نعمل كده. بص دي بنت عمي التانية بقى كانت جت، كنا خلصنا طابور ولفيناه علشان ما يبردش، وحطيناه جنب الفرن. وبدأنا في الطابور التاني. ده كان تاني طابور بيتخبز يعني. بصوا اللي ورا هناك متغطي بالجلابية دي كده، لفيناه حلو وحطيته جنب الفرن علشان يفضل سخن، لما نفرجه يروح للناس سخن وطري كده يفطروا بيه بألف هنا يا رب.
بصوا دي بنت عمي اللي كانت قدام الفرن، هي اللي قامت تسقف العيش كده وتجرسه. و بنت عمي اللي كانت بتخبز. على ما تلموا بقى النهار طلع وجوم الجيران والحبايب، هي روحت مشيت حوالي الساعة 7:30 كده، علشان يعني لوحدها وعندها طيور ومواشي وبتحلب وكده. فجت عملت نوبها بدري، وجت تاني بعد ما خلصت اللي وراها جت كملت تاني بعد الظهر. احنا زي ما قلت لكم فضلنا شغالين من الساعة 1 بالليل لحد العشاء، لحد قبل العشاء بحوالي نص ساعة كده. يعني في ناس بتخبز ده، وفي ناس بتخبز العيش التاني اللي هو بيتجرس على الردة يعني على الصواني. عندنا في المكان اللي انا متجوزة فيه بنفرج برضو، بس عيش من اللي هو اللي بتخبز على اللي بتجرس على الردة، بتخبز في الفرن الغاز، ما بتخبزش في الفرن الطين. هو بتخبز في الطينة يعني، بس في الافراح بنخبز في الفرن اللي هي بالغاز. بصوا العيش ما شاء الله عليه. كانوا عمالين يقول لي زغراتي وغني، وقلت احنا الساعة 1 بالليل نزغرت؟ الساعة 1 بالليل الناس تقوم تضربنا؟ اما النهار يطلع هنهيص وهنشغل الأغاني وهنزغرط وهنعمل كل اللي نفسنا فيه. طول النهار بقى شغالين عند العيش كده، بنرقص وبنسقف وبنطبل وبنعمل كل اللي نفسنا فيه. بصوا كانوا عمالين يضحكوا عليا ويعيبوا على العيش اللي انا خبزته، عمال يقولوا لي بوظتيه وبيطلع خرمتيه ومش عارف ايه. قلت لهم مش عند خبزه، خبزوا انتوا، انا مش عند خبزه حاجه. بصوا كان كده النهار طلع، وكان الحبايب بقى اتلموا. وبصوا دي كان حوالي ربع رصة تقريبا، ربع طابور كده. وكنت بدأت انا وبنت عمي في التفريج. انا شايلة الصينية كده، وهي معايا تشيل وتفرج على كل بيت كده من العيش بتاع الفرح. والزغرطة والهيصة والفرحة زي ما انتم شايفين. بنت عمي دي قالت لا صوريني وانا بخبز عادي. قلت لها يعني هتطلعي معايا في الفيديو؟ قالت اه صوريني ان شاء الله وهطلع معاكي في الفيديو دي وهنهيص وهنخبز. وعمالة تقول صوري يا بنت وانا بخبز، وصوري يا بنت وانا بطلع العيش. ما شاء الله عليها شاطرة جدا، ربنا يحميها يا رب ويبارك لها في ولادها. والرغيف اللي كان بيطلع يعني مش حلو، مش عاجبنا جو للتفريج، علشان طبعا لازم نودي للناس احلى حاجة، ما بنوديش حاجة شينة، لازم احلى حاجة تروح. فكنا بنخليه على جنب كده، وساعة الفطار او ساعة الغدا نردده في الفرن، يعني نشفه شوية في الفرن، وكانوا بياكلوه ساعة الغدا، يعني مفيش حاجة بتترمي. ربنا يفرح الجميع يا رب، ويجعل ايامكم كلها وايامنا وايام الناس كلها فرح في فرح يا رب. الفرحة حلوة يعني اي حاجة تفرح الناس في الوقت اللي الناس فيه دي كده، اي حاجة تدخل الفرحة والسرور على الناس، يعني حاجة حلوة والله. بصوا كل شوية بيفضوا اللي هو التجريس، اللي هو الدقيق والغلة والردة اللي بيخبزوا عليها، بيحطوا منها على المطرحة كده ويخبزوا عليها. فكل شوية بينضفوها وينخلوها بالمنخل كده، لو في عفرية او حاجة فكل شوية يفضوها وينخلوها وينضفوها. بصوا بنرص العيش مجوز. الأبلة صغير طبعا قاعدة مكشرة من قلة النوم، وكانت مفرهدانة خالص. بنرص العيش ده، الطابور ده مجوز يعني خلف خلاف، كل جوز الرغيف معدول كده، وبنكفي عليه التاني، رغيف معدول وبنقلب عليه التاني. انا عملت لي شويه، خبزت شويه، عجنت شويه ليا وخبزتهم بعد عيش الفرح ليا البيت يعني، وحطيتهم عندي في الفريزر يعني نسحر منهم في رمضان وكده. ناس كتير خبزت، وكان في ستات كبيرة ما شاء الله عليهم، يعني من الستات بتاعت زمان ديت،
ربنا يديهم الصحة ويبارك فيهم يا رب. كانوا بيخبزوا، كانوا بيدوروا عليا عشان اصورهم برضو يطلعوا معايا في الفيديو، بس انا كنت ساعات مش ببقى موجودة عند الفرن في البيت في تحضير اكل، بودي عيش بودي عجين، كنا بنروح ونيجي كده طول النهار يعني. هو تعب صحيح، بس الفرحة بتضيع كل التعب ده. هي كده كانت خلصت المهمة بتاعتها وقامت وقعدت. دي مرات عمي برضو قالت صوريلي وهطلع معاكي يعني. بس انا مش كنت حابة ان انا احرج حد، او يعني كل واحد براحته، انا كنت بصور يعني. بس يعني اللي كانت حابة ان هي تظهر معايا كنت بظهرها، مش حابة خلاص. ما بحبش يعني احرج حد ولا احرج نفسي كمان ان حد يزعل مني او كده. فزي ما انتم شايفين بصوا طابور العيش ما شاء الله، يعني عملنا طوابير من دي كتير يعني. شفتوا اللي كنت بعجن فيه الكبير ده كده، عملنا تقريبا سبعة عجلنا 7 كده تقريبا. وفرجناهم كلهم يعني. سيبنا في البيت حاجات بسيطة خالص للأكل اللي في البيت وكده، وبعد كده الباقي كله فرجناه، مش خلينا حاجة. بس ما شاء الله عليهم يعني، خبيزة خبيزة يعني. ناس كتير يعني تستغرب ان احنا بنخبز قبل الفرح بكتير كده، بس علشان انا كنت بقول هنخبز في رمضان بعد الفطور، بس كنا هنخبز على ليلتين، مش كان هيكفينا ليلة واحدة. وبعد كده قلنا طبعا الناس بتبقى صايمة طول النهار وهلكانة وبيفطروا ويريحوا جسمهم شوية، احنا هنتعب الناس ليه؟ فقلنا لا، نخبز قبل رمضان، وكده كده هو هنفرجه مش هنعينه يعني في البيت ولا حاجة، هنفرجه هيتاكل بألف أنا وعافية. وإن شاء الله الفرح بعد العيد ب9 أيام تقريبا. ربنا يا رب يجيبه بالسلامة ويسعده ويفرحه ويفرح الناس كلها، ودي فرحتنا الكبيرة وفرحتنا الغالية يعني. بنستنى في الفرحة ديت من زمان قوي يعني، دي أحلى فرحة حدانا، فكل الناس مستنية يعني. ربنا يحميه يا رب ويبارك له، كل الناس بتحبه وكل الناس مستنية فرحه على خير ان شاء الله يا رب. وبصوا اللي دعناه واللي مش دعناه، كل اللي يعرف هنخبز عيش محمد يقولك لا لازم اجي اخبز في عيش محمد. والحمد لله. وكان بصوا كان كل حاجة معمولة له متسهلة، وكانت كل حاجة زي العسل. والعيش ما شاء الله كانت العجينة جميلة والعيش جميل وكل حاجة كانت جميلة ما شاء الله يعني. ربنا يجيبه بالسلامة ويحميه يا رب. كنا بنخبز قبلها بيوم لفرح ابن عمي برضو على الفرن ده، احنا قلنا نخبز بعديهم، وقبلها بيوم برضو كانوا بيخبزوا وكنا بنفرج كده. ربنا يفرح الناس كلها يا رب.